مولد النبي. ومولد النبي طبعا عليه افضل الصلاه والسلام بنحتفل بيه في كل وقت وفي اي وقت، ولكن جات لنا عاده كده عصر الفاطميين، وعشان يرحبوا بالمصريين ويفرحوهم فعملوا لهم الايه، حلاوه المولد. يعني هي مش من ايام النبي عليه الصلاه والسلام، لا هي طبعا كلنا عارفين هي من عصر، انا بقول طبعا الكلام ده للصغيرين بيتفرجوا عليا عشان لسه يبقى عندهم معلومات جديده ما يمكن ما عدتش عليهم قوي. فطبعا احنا بنحتفل كل يوم بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، مش في المولد بتاعه بس، مش في يوم ميلاده يعني، انما احنا على طول بنحتفل بيه. وطبعا دي حاجه جات لنا زي ما قلت لكم في العصر الفاطمي، لما دخلوا الفاطميين على القاهره، جم مصر يعني، فحبوا ان هم جم في وقت يعني وقت المولد ده، فحبوا ان هم يفرحوا المصريين او يخلوهم يعني ينبسطوا ان هم دخلوا علينا، ان هم يعملوا لهم حاجه حلوه، فهم عملوا لنا حلاوه مولد النبي هي دي، ووزعوها بقى على كل الشعب، كان الشعب صغنن كده وزعوها على كل الشعب. فكانوا طبعا الحاجات دي حلوه لذيذه وسهله، واحنا بقى من ساعتها واحنا بنفرح قوي لما بيجي وقت المولد، عشان نعتبرها ما اعرفش ما طول السنه ليه، بس هي عامه هي عامله زي المواسم كده، زي كحك العيد، بنفرح بيه قوي ساعتها. لو اتعمل بعد كده بيبقى عادي يعني. نفس الموضوع هنا برضو، حلاوه المولد سبحان الله زي الموسم كده، كانه شجره بتطرح مثلا حاجه معينه مستنى بس انا عايزاكم تعملوها طول السنه. طب ايه ده مش صحيه؟ لا صحيه، ده انت سمسم سوداني حمص وبنلزقهم بشويه سكر مش كتير، يعني الاغلبيه بتبقى الحاجات المفيده قوي قوي دي. يعني دي انا عملتها كمان قلت حلوه قوي، طبعا انا كل سنه بعملها بقى يعني عشان اوفر برضو للي مش عايز يشتري حاجه غاليه من بره، لا اقدر نعملها في البيت. لو اللي خارج مصر وما عندهمش حلاوه مولد النبي ممكن يعملوها ازاي كده، سهله جدا يعني من كل النواحي يعني.